اللي عجز عليه اردا غولار وفينيسيوس ومبابي ورودريغو طيله المباراه، داروا ابراهيم دياز في ظرف 5 دقائق. ابراهيم دياز دخل كبديل، حط كره ديال الهدف سجل هدف وحط تمريره حاسمه لاندريك باش يسجل الهدف الثالث. ابراهيم دياز ماشي كنجيو كنهضر من فراغ، ماشي كنجيو كنقول انه يستحق الرسميه وخصو يدخل كاساسي، وخصوصا بعد اصابه بيلينغهام. ابراهيم دياز هو اللي كان خصو يدخل بشكل رسمي في هذه المباراه هذه، وشفنا في هذه المباراه هذه ريال مدريد طيله المباراه ما قدرش تسجل ولو هدف واحد بشق الانفس عن طريق فالفيردي، وكانت ريال مدريد تقدر تتعادل معها بلد الوليد ولا تقدر تخسر الى قدر الله. ولكن شفنا الدخول ديال مودريتش وابراهيم دياز واندريك، شفنا الدخول ديال ابراهيم دياز بالاساس. ابراهيم دياز دخل 5 دقائق سجل الهدف الثاني وحط اسيست ديال الهدف الثالث وحسم النتيجه لريال مدريد، وفازت ريال مدريد على بلد الوالد في المباراه ديالها الثانيه في الجوله الثانيه من لا ليغا. ابراهيم دياز كيحط انشيلوتي في موقف محرج وكيأكد انه الاجدر بالرسميه والاجدر انه يدخل كاساسي وكرسمي في جميع المباريات، سواء كان بيلينغهام ولا ما كانش. ابراهيم دياز مكانه الحقيقي هو التشكيله الرسميه. ابراهيم دياز كنشوفوه فين ما كيدخل كيقدم اسيست ديال الاهداف، كيسجل اهداف، عنده حلول، كيتوغل. يعني ابراهيم دياز لاعب ديال المباريات الرسميه ولاعب كبير اللي يقدر ينافس رودريغو، هو افضل من رودريغو وهو قادر انه يعطي حلول ريال مدريد في الهجوم. يعني ابراهيم دياز ما كنجيش وكندافع عليه عين من فراغ، ابراهيم دياز لاعب خارق، لاعب رائع، لاعب كيخلق مساحه، لاعب يعني كيستحق الرسميه وكيستحق انه يكون لاعب اساسي في ريال مدريد. شوفنا مبابي طيله المباراه لم يسجل، دائما امام المرمى يضيع يصنع، يعني باقي ما وصلش لذاك المستوى. شفنا فينيسيوس حتى هو تائه، شفنا رودريغو حتى هو تائه وما قدمش حتى شي اضافه. ولكن مع الدخول ديال ابراهيم دياز شفنا حلول، شفنا هدف، شفنا اسيست، شفنا هجوم ريال مدريد متحرك. هادشي علاش كنقول ابراهيم دياز يعني كيتعرض للعنصريه والتهميش من طرف انشيلوتي. يعني خصنا نشوفوا ابراهيم دياز يبقى يدخل اساسي وكيأكد وكيقول لانشيلوتي انني الاجدر، وكيقول للجماهير وبالطريقه ديالو المعهوده ملي كيسجل هدف طريقته يعني كيتسائل وكيقول انني كنستحق، وهي طريقه يعني معبره انه واخا تكون ماشي مقصوده، ولكن طريقته في الاحتفال كتدل وكتبين انه يستغرب علاش ما يكونش رسمي، وكيستغرب والجماهير كتستغرب علاش ابراهيم دياز ما كيدخلش رسمي في مباريات ديال ريال مدريد. يعني في المباريات القادمه ديال ريال مدريد ما خصنا نشوفوا لا اردا غولار ولا والو، ابراهيم دياز هو اللي خصو يدخل بشكل رسمي مع ريال مدريد في المباريات القادمه وفي ظل غياب ديال بيلينغهام. ومبروك ريال مدريد، وما تنساوناش من الدعم ديالكم، وتحياتي والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.